بسم الله الرحمن الرحيم. وانتهت مباراة النادي الاهلي وبتروجيت على خير بفوز النادي الاهلي 2-1 كالعادة. امام عاشور وجراديشار. امام رجل المباراة بأمانة الله، يعني هو عمل كل حاجة في الماتش النهاردة. مكاسب النهاردة بالجملة لكولر. محمد عبد الله عمل انطلاقه ولا اروع. محمد عبد الله حط الكرة كده بيقول جراديشار ما ترجعش يا حبيبي، ما ترجعش، يعني حطها في الشبكة وانت مستريح. جراديشار عمل ماتش حلو، تحركات حلوة من امام عاشور محمد عبد الله. بس يا عم كولر، يا عم كولر ارحمنا بالله عليك، ارحمنا النهارده. يعني مشكلة الدفاع في النادي الأهلي أنا شايفها إن هي مشكلة لحد دلوقتي. مصطفى العش مش هو المدافع السوبر. مصطفى العش لما بينزنق والكرة بتجيله واتنين أو واحد يضغط عليه فبيطلع الكرة بعشوائية، سواء ممكن يضيعها أو يطلعها بعشوائية. هو ده مصطفى العش، لأني شايفه يعني طول المباراة على كده. في حد شايف حاجة غيري قول. امام عاشور حدث ولا حرج. 500 الف انفراد يسجل منه هدف واحد. مصمم ان هو يلم الحارس، لكن قدر الله ما شاء فعل. 2-1 على بتروجيت. فريق بتروجيت عنيد، معنى الكورة عنيد، لكن ما جاش في الشوط الاولاني. علشان كده النادي الاهلي الحمد لله ان هو طلع كسبان من المباراه. وانت يا عم كولر لما تيجي تلعب لعيبه زي حمد علاء، زي اللعيب الجديد اللي هو اسمه رضا دون ولا اسمه ايه، بصراحه يعني مش ماتش. امتى لما اكون فايز 3-4 العب اللي انا عايزه، بس مع التشكيله الاساسيه. مش هروح مفضي الملعب من اللعيبه الاساسيه كلها، ما سيبش غير مين معايا بيلعب. مين يعني لو كان الحكم طول عن شويه ولا 3-4 دقائق كمان والله كنا تعادلوا، كان ضيعت منا الماتش. هو افضل واحد نزل النهارده في التشكيله في العناصر اللي هي الشباب دي محمد عبد الله، بامانه اللي بيلعب كره حلوه. كريم الدبيس بقى لعيب وعامل كرة حلوة كريم الدبيس، بس مشكلته اندفاعه. يا كريم هتاخد، انت مندفع، انا عارفك انت مندفع. ليه مندفع؟ علشان خاطر انت عارف اني اسمه ايه دون يحيى مصاب، عاوز دنك قاعد تلعب عليه. عندك علي معلول هيرجع. علي معلول يا كريم مش هيرجع دلوقتي، فانت ركز ما تندفعش. كذا كوره كانت في كورتين 3 انت طلعت بيهم، في كورتين كنت تلعبهم عرضيه سهله جدا استعجلت وشطت. الكره اللي دخلت عليها في امام عاشور برضك استعجلت وشطت. كنت سيبت لامام عاشور، كنت رجعت لامام عاشور ورا، كان سحابه، كان عضها لك. كان في إلها اكتر من كوره، إلها اكتر من حل. لكن مشكلتك لكن انت بصراحه لعيب قوي، سرعه، بتلعب كرة حلوة بأمانة الله كريم الدبيس. بس ما تستعجلش، فرصك حلوة، ما تستعجلش. ليه بتستعجل؟ الحمد لله لازم كالعادة يعني كل مباراة يقف فيها محمد الشناوي ياخد خبور. مش عارف انا قصد الشناوي. مصطفى شوبير كان المباريات اللي بيلعبها كلين شيت بأمانة الله، الا الشناوي لابد لازم ياخد خبور في كل مباراة ياخد عود كهرباء، ياخد عمود كهرباء. ما اعرفش ايه السبب. يعني انت يا شناوي يعني بصراحة الكرة جاية وانت شايفها وباصص للمهاجم وشايف الكرة، ازاي تخش فيك بالمنظر ده؟ ازاي؟ ما اعرفش والله انا شوف رجع، شايف المدافع هو رجع، حتى ما اعرفش، حتى معاه مصطفى العش اعرفش والله. لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على المكسب وتصدر الدوري بنتيجة 26 بونت.
لسه بقى منتظرين بيراميدز ان شاء الله بكره. يا سموحه اتحرك شويه يا سموحه كده، والعبي كوره، العبي كوره، مش تنامي، مش قدام الاهلي كده، والنادي سموحه قوي يعني. الحمد لله والف مبروك، وفي رعايه الله نشوفكم ان شاء الله على خير.